أبابك يا علي، كيف الأخبار؟ يا حبيبي، ان شاء الله طيب. معلش والله قال لك مية. كيف جينات حالك؟ بالصفحه إن الصغيره. شاء الله بخير. تمام والله الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. انه كهرباء. الحمد لله السلامه انه كهرباء جاتكم عقبال باقي البلد ان شاء الله كلها. اللهم آمين، اللهم آمين. البلد كلها تنور والبلد كلها تكون في أمن وأمان. ان شاء تعليقا الله. على الكلام ده، أنت طبعا بتكون قاعد في اللايف يا علي. إيه تعليقك كورساتك للناس اللي في اللايف معاي ومعك؟ بالنسبه لشنو؟ بالنسبة للتسجيلات اللاعب الوطني وأهمية اللاعب الوطني في الكشف بتاع طبعا الهلال. طبعا حاجه مهمه بالنسبه للفريق وبالنسبه للمنتخب السوداني. انت علشان ما تصل موهبه اللاعب لازم تديه فرصته كمان. ما كل الفرص هتكون للاجانب فقط يعني. المنتخب برضه محتاج للمحت... لل... للعيبه للاعب في المستقبل، الوطني. للاعب الوطني في الحاضر وفي المستقبل ان شاء الله تعالى. فانت لازم تصغي الموهبه بتاعته. لكن اللعيبه اللي هسه بيجيبوا الهلال انا شايف يعني حاجه ايجابيه، حاجه جميله شديد. كون انه انت تجيب شباب في انا بقول ده الشباب بالنسبه لنا عندنا في السودان، بالنسبه لكورتنا. يعني الواحد بيقدر يلعب لغايه عمر 34 سنه 35 سنه. فكونه انت تجيبه في سن بتاعت 20 سنه 22 سنه، يعني ده سن ممتاز شديد. لسه هيديك صح. كثير ان شاء الله تعالى. فده مستقبل مؤمن كده نقدر نقول. يعني انت ما تنسى الحاضر، اشتغل على الحاضر الحالي وبرضه ابني للمستقبل. فانت لما تجيب حقيقة. سنه 2026 27 28، يعني ان شاء الله نكون من الحاضرين للسنين دي. هتلقى عندك تيم جاهز، تيم مليان خبرات وطنيه، تيم تستفيد منه انت في المقام الاول ويستفيد منه المنتخب الوطني في المقام الثاني يعني. وما بعيد انه صح صح. اغلبيتهم، وما بعيد يعني انت برضه بقيت بوابه لمعظم المحترفين بانهم بقوا يجوا عبر الهلال بيطلعوا برا لاوروبا ولاسيا ولافريقيا. فما بعيد انه برضه زي ما انت ذكرت العقليه بتاعت اللعيبه بتاعتنا هتتطور في الفتره دي بالاحتكاك مع اللاعب الاجنبي اللي انت جايبه علشان هو يطلع من السودان او يطلع من دولته ويمشي لدوري اقوى. فهو برضه اللاعب السوداني محتاج انه يحتك مع الخبرات دي. وممكن طبعا يقول لك يعني انت الزول اللي معاك بيأثر فيك. الزول البيئه اللي حولك بتأثر فيك. فانت لما تلقى المحترفين اللي حولك كلهم فهمهم في انهم يمشوا قدام، في انهم يحترفوا، في انهم يمشوا اوروبا. فانت تلقائيا كده الحاجه دي يعني هتترجم ليك انت صح. وتتنزل لك على ارض الواقع انه انت برضه تكون عندك نفس الرغبه ونفس الطموح انك تمشي قدام. فخطوه ممتازه، بالضبط خطوه كده. ممتازه. بالضبط كده والله يا علي، والله كلامك ده مليون في المية بالضبط كده. واصل. ايوه خطوه ممتازه انه يجيبوا شباب صغار في مقتبل العمر او يصغروا الموهبه بتاعتهم ويودوهم قدام. ده ما بيعني انه ان احنا مثلا ما عايزين محترفين، ما عايزين وطنيين جاهزين علشان يقدموا الفريق في الفتره الحاليه. لا، محتاجين. لكن ديل للمستقبل. والوقت الراهن احنا قاعدين نطالب، يعني بنطالب في الاداره بانه تجيب لنا ناس مهاجمين، مهاجم سوبر، تجيب لنا محترفين على قدر المرحله دي يودوا الفريق لقدام. فانت يعني احنا ما ناسين المرحله الحاليه، بنطالب افضل من كده بالنسبه للتعاقدات. وده للمستقبل. يعني احنا بنقول الحمد لله كده المستقبل بتاع الهلال بقى من ناحيه الوطنيين مستقبل ممتاز. والاجانب نفسهم لو استمروا مع الهلال برضه اعمارهم مناسبه، يعني اعمارهم شباب صغار. فبرضه هيكون لهم مستقبل مع التيم ان شاء الله تعالى. فالناس تصبر صح. عليهم. دائما الانطباع الاول دائما بيترك اثر في الشخص في كل المجالات. يعني في كره القدم، في المجالات السياسيه، او في المجالات الاجتماعيه، في كل المجالات او مجالات الشغل. البيئه اللي حولك اللي انت مشيت لها اول انطباع دائما بيكون تارك اثر في العقليه بتاعتك وفي ذهنك. فانت ما حتنساه. صح. زي ما شفنا امس او امس لما نادي الهلال اعلن عن الصفقه بتاعت علي. كان رده فعل يمكن سلبيه مقارنه بالصفقه بتاعت مصعب الليله. في اختلاف صح. كبير. يمكن الليله الناس عندها رده فعل ايجابيه. انا بقول ده يمكن راجع لشكل التقديم كان وشكل الانتظار والترقب بتاع الناس، باعتبار ان هم عايزين لاعب جاهز الليله اليوم.
فهم ما فيهم يعني ما في تقاطع في الحته دي. نحن اي نعم صح. ولسه بنطالب بانه دايرين زول اللي دايرين مهاجم سوبر الليله، دايرين تدعيم في كذا في طبعا كذا خانه، لكن طبعا المصدر ده ده مهم جدا. واصلا المهاجم ده الناس لو صبرت يا علي، الناس طبعا هي خاطه انه المهاجم ده قاعد يعني جنب زي ما بيقولوا باب النادي، فلازم الهلال ده ما داري يجيب مهاجم يرضي احنا طموحاتنا ويرضي شغفنا، لانه احنا بنشارك في دوري الابطال، يعني المنافسه اللي قدام حتكون صعبه. ما دا يسجل ليه مهاجم والسلام، ولا كيف يعني؟ بالضبط كده. انا بس قبل افوت النقطه بتاعت علي عبد الله كيف بقى، علشان الناس شويه كده اجحفت في حقه. فهو ما يعني الزرق ما ذنبه هو، كونه انه هو وقع للهلال وجات طريقه تقديمه كده كانت في لحظه الناس كلها منفعله ومنتظره المهاجم السوبر، فجات الصبغه بتاعته، فهو ده ما ذنبه. يمكن الخطا خطا بتاع المركز الاعلامي، لكن طبعا هم بيتعلموا ايوه من الاخطاء. يتعلموا من الاخطاء، نحن نقول لهم انتوا تاني يعني حاولوا ما تعملوا كده، كل صفقه ادوها على قدر حقها، دي صفقه مستقبليه، يعني دي صفقات مستقبليه، فانتم ما تقوموا زي ما بيقولوا تلخبطوا الكيمان. لكن المهاجم السوبر تخلط الامور، هاي ما تخلط الامور على بعض بالضبط كده. بالضبط. ان شاء الله بالتوفيق لعلي ولمصعب ولكنن ولكل الشباب الجميلين دير اللي ان شاء الله منتظرين منهم الكثير. ياسر منتظرين منهم كثير والله، والهلال مستقبله بقى مؤمن يعني الحمد لله. بس انا ما عارف السر في شنو يا سامر. اغلبيتهم العقد بتاعهم لحد 2028 2029 دايرين يبيعوا النادي بعد 29 ولا شنو يعني 30 ده والله النادي حيرونا، قلت لك الرينج بس في 28 29 يحسسكم ان دي نهايه 28 العالم، بس بعد ذاك ما في حاجه ثانيه. 30 دي ما ظهرت تقريبا نهائي. هاي والله نهايه. الله ان شاء الله المره دي يظبط معانا يا علي، طبعا عمل شكله يكون فتح البي بين ان شاء الله يظبط معانا، لانه الله ان شاء الله ان شاء الله. يرضي زول ما شاء الله، والله كلامه ممتع جدا وكلام والله عقلاني برضه يعني. نحن اي زول فانت عارف تختلف مني، انا كلامي زي ما بقولوا يعني حماسي، كلام جمهور زي الناس اللي بيقولوا قاعد في الاستاد، لكن انت كلامك لما تقعد كلام المنطق. انا شفت كلام المنطق ده، لما الزول يقعد ويقول لك انا بس بهاجم الناس، لانه دائما بتحاول اللاعب الشاب ده لما يخش يقرا التعليقات يعني بتاثر نفسيا يعني. فانا دائما الناس دي تكون شنو اللاعب الوطني ده يا جماعه، ما في النهايه ده يعني ابن بلدك يعني، حتى لو كعب يا اخي قول سمح يا أخي. ما تقول له حاجه كعبه. والله ما نقصرك حاجه، انت مثلا كمتابع او انت كمثلا جمهور، او حتى انت لو بقيت اعلامي يعني بتدعم فريق الهلال، فما بيأثر معك في اي جانب من الجوانب، كونه انه انت في بدايه انتداب اللاعب تقول له يا اخي ان شاء الله بالتوفيق، نتمنى لك النجاح، ان شاء الله تكون افضل من المراحل اللي فاتت. يعني دي دفعه ايجابيه، وده من باب يعني الدعم المعنوي. اصلا ما الا انت تكون ما داير مصلحه الفريق، انت لو ما داير مصلحه الفريق او انت داير تكسر تهدم ممكن تقول اي حاجه، لكن اذا كنت انت مصلحتك الفريق يعني هو كلاعب وطني بالمقارنه مع بعض اللعيبه حاليا في الساحه الفنيه، يعني هو علي مستواه ممتاز وذول طموح، وبالاضافه لانه عنده خبرات حتى على مستوى المنتخبات السنيه والمنتخب للمحليين. فان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله تعالى. ان شاء الله والله يعني كلامك جميل والله، وزي ما بقولوا ده المشروع اللي بيبني فيه العلاجي مشروع مستقبل الهلال يعني، فقول له التوفيق لهم كل الشباب دي والله. بالضبط كده. انت عارف يا سامر، اتذكرت لي نقطه. طبعا انا كنت من المشجعين برضه المشجعين لريال مدريد المتعصبين، يعني انا في مرحله من المراحل برضه لما كان الريال يدخلت زي الهلال كده، ما بنوم ما باكل الحاجات دي. المهم لكن هسه الحمد لله ربنا عافانا منها. يلا يتذكر كان في واحد اسمه روبينيو، لو بتتذكروا روبينيو ده برازيلي. روبينيو برازيلي يا كيف يا وكان معاه واحد ثاني اسمه باباتيستا برضه اتعاقد معاهم بيريز نفسه، جابوا للريال وفي تقريبا 2007 او 2008 ما اتذكر السنه بالضبط كده. كان في ناس زي في رونالدو، في كان يعني اللعيبه فطاحله في ريال مدريد، فطاحله كره القدم. فهو جايبه لشنو؟ جايبه علشان يحتك ياخذ خبره من اللعيبه اللي معاه ديل او اللعيبه اللي حوالينه، زائد انه يامن للمستقبل القدام.
زي انه يعني لما تجي بعد 4 سنين 5 سنين اللعيبه دول خلاص يتنازلوا اوريدي تحصل عمليه بتاعت احلال وابدال للعيبه. فبتذكر هو لما جابوهم ما كانوا محتاجين لهم، فيما بعد جاء روبينيو اثبت نفسه وبقى كابتن الفريق في مرحله ما. باتيستا فات، جاء مشى لقدام، جات المرحله بتاعت فينيسيوس. لو انت بتتذكر برضه بتاعت فينيسيوس، يعني كان في ناس كريستيانو في اللعيبه دول كانوا متواجدين. او انا ما اتذكر كريستيانو بالضبط، لكن كانوا في كميه من اللعيبه اللي ما كان يعني ما عنده مكان في التشكيله، كان بيقعد احتياطي، لكن جابوه الليله فينيسيوس مرشح لجائزه افضل لاعب في العالم. حاليا يتعاقدوا مع اردا جولر التركي ده، يتعاقدوا مع الولد البرازيلي ده بيمشي وبيجري برضه، لاعب بيلعب برجله اليسار لكن برضه صغير كده هو. فهم ده بيجيبوهم للمستقبل. وبعد ذاك ما بينسى الوقت الراهن هو محتاج شنو؟ التعاقدات في الوقت الراهن هو محتاجه، لكن ما بينسى كمان المستقبل. يعني بيحضر بيجيب للحاضر وبيبني للمستقبل. معلش انا بس عندي زميلي هنا من اولاد الجزيره، من زملائي في الجامعه، مر علي هنا ما داير نسهل. حبيبنا يا التاجر، لك التحيه، تسلم كثير يا كارم، وشكرا لك على تحيتك الخاصه، وسعيدين بك في صفحه سامر. يا الله يوم الاضافه يا علي، الله يوم ده بيدرس لي اضافه بعمل لها قبول، ما عاوز اضبط نهائي. المشكله شنو؟ يا الله يوم انا شاك في انه هو اذا كان متصل بواي فاي، موصل بواي فاي الا يشغل الكاسر تقريبا، او اذا العكس يعني، او اذا شغال بداتا الا يشغل الفي بي ان. فغالبا الاشكاليه هنا. ايوه بس الحمد لله. الحمد لله خير. منور يا اخيرا تم. اخيرا والله حبايبي طيبين ورايقين يا. الحمد لله على السلامه. جميلين والله. حاولت بحاول من قبل، لكن شكله كده الشبكه لما علي قال لي اعمل الفي بي ان، حتى كده بعد كده الموضوع ظبط يعني. الحمد لله والله، الحمد لله على السلامه. فالله انت برضه والله يقول ما شاء الله، طبعا نظرتك وعندك جمهورك وعندك رؤيتك طبعا ما شاء الله تختلف، وذول يعني ما بدنا نشكلك قدام ناس وقدام ناس، لكن انت ذول اخونا وذول عندك نظرتك البعيده. رسالتك عليك الله للجمهور، جمهور الهلال، في موضوع تسجيلات اللاعبين الوطنيين والشباب دي. حبيبي والله يا اخي، قصه انه الهلال ده يكون لكم يعني كله لاعبين اجانب، دي حاجه طبعا مستبعده وبعيده وما ممكنه. وفي ظل انك انت هتشارك في دوري محلي يعني، والدوري ما بيتقبل منك الا 5 لاعبين بالكثير يعني. حتى لو الاتحاد بعدين بالمناسبه الناس دخلت معاه في حوارات عشان يزيد اللعيبه، ما حيوصلوا لك اكثر من 7 يعني. لو بالغت شاهدنا حاجات زي دي كده قبل كده يعني الناس كانت عندها لعيبه ما قادره تلعب. فانت الدوري الافريقي مكون من كل كم، لو حسبت لي مباريات الدوري الافريقي حتى للنهائي شوفها كمباراه، فهي مباريات بسيطه يعني مقارنه بانك انت حتلعب دوري من دورتين يعني. فما ممكن انت تعتمد على اللاعب الاجنبي يعني. فانت لازم، لسه ما جات والله، فانت لازم يعني تعتمد في الكشف بتاعك عن اللاعبين المحليين. انت بالذات كمان عندك يعني لاعبين المايك للحديث. ايوه، فانا افتكرت انه صوتي ضعيف ولا حاجه. فالموضوع ما فيه انك انت محتاج تكوش على اللاعبين الكويسين يعني حاليا في الساحه. فانت كانت فنحن بنكوش حاليا على اللعيبه الافضل. الوصف عجبني والله، تكوش دي هاي لازم نحن نكشه واحده يا صاحبي. دي الحقيقه يعني، دي الحقيقه. ايوه انت مطلوب منك الليله، انت طالما قادر، فما في قادر انه عندك القدره الماليه، فعليك انك تشوف اي لاعب بارز تقدر تضمه. حاليا لعيبه من جوا الكشف طبعا. موسى والله مطلب وما حنخليه، حنسيب الناس دي كده لحد ما يجيبوه لنا.
مطعم كردمان والله العظيم انا بعتبر صفقه كبيره قويه جدا. لاعب عمره 27 سنه بالمناسبه وممتاز جميل جدا. والله. يعني زول صغير، يعني انت لسه يعني على الاقل، يعني انا لقيت لي كلام عن مع الزول المتميز جدا يعني طاهر صالح، بيقول انه كانت المشكله في عدم يعني اعلان الصفقه في القصه بتاعت المده الزمنيه بتاعت 5 سنة و3 سنة. اللاعب كان داير 3 سنة والهلال دايره 5، فلحد ما يعني لمده زمنيه معينه الحمد لله رب العالمين. ف4 سنة هي لحد 29، يعني الناس ديل اتقاسموا السنتين الباقيات ديل بالنص و الناس يعني تثق في إدارتها إنها هي قاعدة تضبط التيم ده بطريقة محترمة جدا، فيها كل الناس متميزين، لاعبين متميزين في الساحة. وبجد يعني أنا متفائل جدا إنه السنين الجاية دي حققنا برا وجوا إن شاء الله. ما في، فتفضلوا أنا ما أقوم أكوش على لا الزمن زي كله. طبعا يعني انا الصفحه وصفحه وصفحه علي وصفحه النادي كلها صفحه الهلال كلهم انا وانت واحد. فانا بدي اسالك سؤال واحد يا لؤي، ولا خليني اسال علي اول حاجه. أيوه. ولا يا علي ده لا انا والله لا ده اصلا في السؤال ده يا أخي. اسمع كلامي. أنا موافق. أيوه. انا ده اصلا علي ده اول شيء سؤال ساله بكري رويس انت الزمن ذاك ما في الصفحه بتاعته. والله يا ريت لو كان معانا، لو قال لك يا اخي في لاعب من الالفيه القديمه، الالفيه من 2000 لحد 2024 لاعب تتمناه بس يجي يلعب في التشكيله بتاعت الهلال، ممكن يحقق يعني يصنع لك فارق، لاعب يعني من الناس الزمان ديل، ايسم مهند وعمر بخيت، امسك الليل والي المرحوم رحمه الله عليه. أنا طوالي بقول لك دايرين نزار حامد. يا سلام يا المعقوق يا أي. السلام الله يخليك. ده من طرف يا علي. قول تحولت ليه سؤال طوال والله منطق ما نشوف هو اختار نزار حامد لشنو؟ الشيء ده تدخل بيتي اعطيني بنت مراتي بس ايه روتين انتوا واصلوا كده. يا سلام نزار يا يقولوا في سموحه العجيب ده تتذكروا؟ مشكلته ما اعرفش كان في دولاب حطوه فيه صديقتك قال جودوين او زميلتك يلا خلاص انا جاوب لكم ارجع لكم. الناس تشارك معنا برضه يا جماعه، الناس سمعت السؤال. لو ادوكم لاعب او لهم لاعب من الالفيه من 2000 لحد 2023 يلعب مع الهلال ويقدر يعني يحقق له يعني يديه زي ما بيقولوا الاضافه من اي زمن، يعني من اي حقبه من الحقبات، حتى لو الناس الزمان ناس الدحيش وناس جت في ناس طبعا اعمامنا كبار معانا في اللايف ده، فمن حقهم برضه يقولوا ناس من الزمان. الجماعه دول اختار لك كذا، قال لك محمد الطاهر، واحد قال لك سادومبا، واحد قال لك محمد، واحد قال لك عبد الوهاب. يلا انا بقول لك على حسب رايي. انت يا سامر محتاج لصفقات سوبر وين في الحراسه وفي في الوسط وفي الهجوم، صح؟ يعني طيب انت لو ادوك الخيار انت يا سامر، لو ادوك الخيار قال لك عندك خيار واحد، يا اما تجيب حارس في الفتره دي، يا اما تجيب حارس، يا اما تجيب وسط، يا اما تجيب لو طبعا النبي مهاجم. هتختار ما تختار ليلى، تختار ليلى الخانه بس. الخانه يا حارس يا مدافع يا لاعب هجوم. والله طبعا اختار لاعب بتاع هجوم يعني في الوقت الحالي، لانه فوفان انا مقتنع به والله. انا قلت حاجه، انا ما قلت حاجه. ما قلت حاجه. ايه انت قلت براك هاي اول حاجه نعتذر انه لو طلع بيجي ان شاء الله شكله كده مشغول. انا ما قلت حاجه، انت قلت مهاجم، قلت مهاجم بناء على شنو؟ لانه نحن قدرنا ان يعني ان نقول الامنيات بتاعتنا ننزلها على ارض الواقع. نحن لو فزنا بالابطال، لو لعبنا مباراه نهائيه وفزنا بالابطال حنلعب 5 مباريات، صح؟ او 6 مباريات، 6 مباريات.
المباريات ذهاب واياب دور 8، ذهاب واياب دور 4، ذهاب واياب النهائي. فعلا. ممكن الحارس ده الست مباريات ده يلعب انه يكون حاضر وما يتكرر ان شاء الله تعالى وما يصاب، يكون حاضر وما يحتاج اصلا لحارس بديل. حقيقه. ممكن المدافعين الاساسي حاليا ده تتولد منهم طريقه بتاعت لعب ويعملوا انسجام مع بعض وكلهم كده الطيب على ديوب على ايرمن، وما يحوجونا في انهم ما يحوجونا في المدافع في الفتره الحاليه. ممكن يسدوا لنا الفجوه دي. ودائما يقول لك افضل وسيله للدفاع يعني الهجوم. والله نحيي الاستاذ الطاهر يا والله منورنا. مين؟ استاذنا الطاهر يا ملك التوقعات وملك الطاهر. التعليق والله منورنا والله يا استاذ. انا ما شفت التعليق، انا ما ظهر لي، لكن انت بتقصد الطاهر ملك الحصري؟ ملك الحصري في غيره؟ في طاهر واحد في الكوكب ده. مطاوع عندنا طاهر واحد ملك الحصري. الطلبه بتاعت لكن الناس ما قدرت تصح. لا انا معاهم من زمان ما شاء الله والله. صحيح ملك الحصري وملك يعني انا بيعجبني برضه في حاجات ما بيقول حاجه الا حاجه لها قيمه اصلا، يعني ما بيقدم حاجه الا حاجه فيها قيمه للجمهور يعني وللمتابع. له التحيه ان شاء الله. حقيقه والله. يلا نحن محتاجين اذا قلنا الحارس ان شاء الله تعالى ما نحتاج لحارس، يعني حتى لو جبنا افضل من فوفانا ما نحتاج لانه نحتاج لحارس ثاني يعني او بديل لفوفانا. فوفانا يكون ثابت 6 مباريات، المدافعين بتاعنا يشدوا علينا ورا. نحن محتاجين مهاجم سوبر. عشان كده اخترت لك والدين عليه رحمه الله. انا ما حضرته الصراحه، يمكن مع بدايه تشجيعي الكوره كان سنه 96 او 97 او 98 ما اتذكر، فكان يعني بسمع في الراديو، لكن شوف عين ما شفت الا بعد الوسائط والمنصات دي كترت. ف صح يعني على حسب الكلام اللي بيحكوه، على حسب الاغاني، على حسب القصص، انه كان مهاجم سوبر بتلعبه في المباراه واحده بيختنص لك هدفين. فيلا نحن محتاجين لده، نحن محتاجين لمهاجم سوبر. عشان كده اخترت لك كان والدين بناء على انه الوسط بتاعنا الحمد لله مقرب، الوسط بتاعنا مقرب. الزول اللي بسمع لك الجول فيه متواجدين الحمد لله، روفا متواجدين، يمكن ام تي في مقدم مستويات رهيبه والاطراف. فيلا انا اختياري الوالد عليه رحمه الله. والله يا علي انا طبعا المرحوم الوالد له رحمه الله الواسعه، يعني ذول الناس كلها انا طبعا ما حضرته زي ما بقولوا كده، لانه طبعا يعني هو طبعا هو يعني زي ما بقولوا كده شنو ما ذاته ما لعب كثير في الهلال، يعني ما وكان جا الهلال ومشى وجا راجع ثاني. فانا الفتره دي ممكن اكون سنا شنو صغير. فوالله العظيم الوالد طبعا انا عند اخوي الكبير بقول له انا كنت بخش الاستاد ده عشان الوالد بس. فربنا يرحمه مهاجم قناص زي ما قلت. ف يعني تحيه للاسره والله، والتحيه للمحل الجزيره ودارفور وكردفان وكل اهلنا في كل مناطق السودان يعني. اللهم امين يا رب. عندي ذكرى مرتبطه مع مع اسم الوالده. هو طبعا من الحوش جنوب الجزيره منطقه الحوش. ايوه عنده استاد هناك، لكن انا ما مشيت الاستاد. انا طبعا قريت في الجزيره في مدرسه، مشيت كان لعبنا مع كليتنا بتاعت علوم الاتصال، لعبت مع كليه الصحه تقريبا في الحوش هناك، فلعبنا يعني في المدينه دي. فانا والله من دخلت المدينه، من دخلت اطراف المدينه، بتذكر كنا مشينا بحافله، يمكن الستات دي لو مشى معانا يذكروا لها. من دخلت المدينه اشجار كده وكده، انا بس بعاين بشوف الوالد، بعاين جاي بشوف الوالد، بعاين يعني بتذكر بس الوالد. يا سلام يا سلام، متخيل انه حتلقاه في اي مكان. يا سلام يا علي. مشاري لعبنا اجمل مباراه. انا كان زمان جينا برامج الاداب واختارونا كان لمنتخب الكليه، انا وكان معي واحد اسمه محمد عبد الله مازدي من اولاد السوكي. فكان لعبونا اطراف جناح بهنا وجناح بهنا، فالحمد لله لعبنا مباراه ممتازه كان وجميله يعني راسخه في ذهني، بلس انه المدينه مدينه الوالد. يعني اجمل الذكريات. ربنا يرحمه ان شاء الله. يا سلام. ان شاء الله نشوف مهاجم قريب يعني افضل منه، يعني ينسينا كل الماضي ونقول نحن يعني نقول نحن حاضرين. والله ان شاء الله يا والله ان شاء الله ربنا يرحمه، ربنا يعني يتولاه برحمته، والتحيه لاسرته ولكل اهلنا في الجزيره وزي ما قلنا في كل مناطق السودان. والله طبعا في ناس هنا بيقولوا يا جماعه انا يا جماعه والله بحاول اقبل، في ناس بيكونوا عاملين طلبات فبحاول اقبلكم، لكن والله بتترفض. فاي زول عمنا او حبيبنا عبد المنعم
حاولت تعمل لي قستي انا قبلته لكن ابى يخش والله. فكل زول بيعمل قستي يا جماعه انا قاعد اضيفه. عبد المنعم عملت للاضافه بتاعتك، عملت لها اضافه، فبقول لي تعذر والله. فطبعا زي ما قلت لكم دائما الصفحه دي صفحتكم ويا ريت انا داير الناس تطلع تشاركنا، يعني لو في زول بيقدر يطلع يشاركنا يدينا رايه. احنا زي ما قلنا اسره هلاليه واحده، فالناس كلها اللي بتعمل قستات دي والله بحاول اقبلها، لكن في زي اشكاليه كده بس. قبيل الطاهر ده نزل له خبر قال ميركاتو الازرق، فيلا نقراها لكم وبعدين نشوفك في الناس الذكرهم اذا بتعرف فيهم. قال الواحد ما حابي كل مره يسوقكم بلاعب معين والقلم امانه له التحيه عشان اسلوب السواقه ما محبب عندي. عموما دي الخيارات المبدئيه حسب متابعاتي من مصادر مختلفه، واحتمال يظهر اسم اخر في الفتره الجايه او يتم اختيار واحد من الغائبه، وبرضه الواحد شغال يبحث هنا وهناك هنا وهناك، وما بيهمني اطلاقا اراء الناس، اهم شيء الشغل برضه ضميري. والله لك التحيه هنا الطاهر على الكلام الجميل ده. طيب هو اختار لعيبه يعني قال دير الناس عليهم العين زي ما بقولوا، فانا حذكر لك اذا انت بتعرف فيهم حد، وطالما ليون برضه جابك تقول لنا اراكم فيهم، يعني اذا حصلت الاضافه يكون تتمنوا منه فيهم. شباب معلش يعني فجأة الزمايل فجأة كده قاموا جوني من قبل الصباح قاعد قال لي تليفون اصلح وما في زول جاني قال لي انا اصلح تليفون. لا ما في مشكله الرزق دباب، ما في مشكله. قال طبعا يعني في المجال بتاع الصيانه بتاعت التليفون وحنا كده ما شاء الله زي ما هي كده البلد اللي فيها مصر. ثاني بس واحد نطلع تليفوناتنا، نحن بنلاقي تليفوناتنا بيصلحها وين يا اخوي؟ اي اعلام يا جماعه هو يا جماعه ده ما فجأة كده يا جماعه اليوم كنت بقول لكم لا نزار حامد وكده وشغلت شكلكم كده شغلتوا اسمع كلامي يا جماعه، هو اي اعلامي في مصر امشي ليله يوم ده اسمعوا كلامي، لا انت تصلحوا تليفون امشوا ليله يوم ده، دول اخونا ودول اعلامي قاعد في مصر، ما بقصر معاكم والله. ناس الصفحه دي وناس الصفحه دي عادي، احنا كلنا اسره واخوان. اضافه للكلام ده يعني اضافه للكلام ده ان هلالات كريمين يعني تليفونك ان بقى ما حزران ارميه والله غطسه في مويه ايوه ممكن يديك تليفون عليم ما هلالات امور واضحه، هلالات ما جلابه كلهم. لازم تصلوا والله. لك التحيه يا غير اول حاجه سعيدين بك وتشرفنا بك، وان شاء الله ربنا يجمعنا بك باذن الله، نتعرف من على الغربه زي ما قال اخونا سامر، ونتقابل هناك في العرض شمال ان شاء الله تعالى. انت قبل اخترت اللهم صل على النبي، اخترت نزار حامد. نزار حامد فيلا السبب شنو كان؟ اول انت قلت كده اخترت الاختيار ده لشنو؟ بعدين نمشي للكلام الثاني اللي انا ذكرته لسامي. ان شاء الله يكون سمع سؤال انا سببت شويه قاعده. سامي يا لون؟ ايوه كده سامع. يلا انت قبل اخترت نزار حامد، المنطق في اختيار نزار حامد شنو دون غيره يعني؟ المنطق بتاع نزار حامد انت عارف داير لنا زول شقاق زي اسمه منو ده زي ايميتيدنج ده عرفتها؟ فانا ده هسه حاليا لو انت قلت لي الهلال ده ناقصه شنو؟ انا بقول لك ناقصه لاعب عنده جرأة جريء، يعني زي ايميتيدنج جريء، نزار حامد جريء. يعني زمان الناس كان بتقول عليه اناني، بس هو ما اناني، هو جريء اكثر من اللازم، كان بيمسك الكوره وبيمشي معاي. ايوه معاك. ايوه تذكر الجون الشهير في سموحه اللي انتهت 2-0 بتاع الهلال. ايوه فعشان كده شفتها انت هسه حتى الهلال لحد الليله، يعني حتى عندك الغربال قدام يعني لما كانت في فترته الاولى كان جاي بثقه عاليه لما جاء من اهلي مريري، يعني كان عنده ثقه كبيره جدا، يعني لما كان قاعد يمشي يتقدم على المرمى ما كان بيفكر كثير في انه مثلا يباص الكوره ولا يسددها في المرمى ولا كده، عشان كده كان قاعد يجيب اجوان صعبه وحلوه، ويعني بطريقه كده تخليك انت تستمتع انه عندك لاعب بالامكانيات دي، امكانيات بتاعت يعني زول عنده ثقه في نفسه.
يعني ما بيخاف من انه يضيع فرصه. عندك مثلا عندنا ياسر مزمل. ياسر مزمل ده لاعب يعني ممكن يمشي يعمل لك اي حاجه، لكن يجي قدام المرمى تلقاه في مشكله انه داير الفينش فيه يباصي مشكله لزول. صح. والحكايه بتاعت الفينش دي يا ليون ما مقاطعه لحديثك، الموضوع بتاع الفينش ده طبعا اللعيبه الكبار دول كلهم بيجيبوا مدربين متخصصين غير المدرب العام للفريق، يعني زي فلوران او كده بيجيبوا مدربين ليروحهم يعني يدربون على الفينش، يدربون على حاجات معينه. فياسر المزمل ده انا شايف انه يصلح يعني شويه من ناحيه الفينش دي، لكن محتاج يشتغل فيها اكثر يعني، وزول عنده امكانيات ما فيها كلام والله. اهم حاجه في انك تخليك انت في الفينش بتاعك قوي. اهم حاجه يكون عندك ثقه في نفسك، ثقه كبيره، ثقه كده الخوف تخليك ان حتى اذا ضيعت فرصة ما تتاثر اثناء المباراه. يعني انت مباراه واحده ممكن انت تضيع فيها فرصه قويه كبيره ممكن تحقق انتصار، اذا انت ضيعتها بالمناسبه ممكن تطلع برا المباراه، برا جو المباراه. فدي محتاجه نوعيه لعيبه معينين، حتى لو ضيع فرصه ما فارقه معه، انا بعد شويه هعوض لانه صح. واثق في نفسه. صحيح. فالحاجه دي والله كانت قاعده في نزار حامد. فانا لو لقيت لاعب بامكانيات نزار حامد في دوري المجموعات جت نزار الكان، عشان كده انا اخترت نزار حامد. فعندك لعيبه يعني مثلا انت داير زي هيثم مصطفى برضه، اذا يتوجد يعني في الفتره دي ممكن كان يعمل حاجه يعني ما في اثنين ثلاثه. لكن زي ما قلت لك اخترت نزار حتى من هيثم عشان انا محتاج فريقي حاليا محتاج لاعب. يعني اللاعب ده موجود عندنا ايميتيتنج، لكن برضه زي صايباه ولعنه اصابات كده ولا شنو ما فوال. وبعدين صح. شبقان برضه بيحاول يسدد من برا يعني عنده شفقه والله فعلا. كده بس. ده المنطق بتاع اني انا اخترت نزار ليه يعني. اللي كان اختار منه علي يختار المرحوم الوالي والي الدين. علي والي الدين ربنا يرحمه. الوالي. الوالي الوالي ده ما كلام بلاوي يعني. انت كمان ذاتك يعني بالغ يا اخي، ده يجيبوا لك من وين؟ ده كتاب مكتوب، ده كتاب قلت يلا لي هو زي الوالي ده في الايام الاخيره دي ما. لو كان السؤال نحن محتاجين حاجه سوبر، يعني محتاجين مهاجم سوبر يعني يحسم لنا واحده من المباريات اللي حنلعبهم في دور الثمانيه اول المباراتين، عشان كده كان الاختيار الصعب ده. اي يلا والله جبال انا ذكرت بانه الطاهر نزل بعض الاسماء كده، نشوف الاسماء دي لو مرت عليكم وتتمنوا ياتيهم. قال توني تاليزي كانجولي، الله قد يسمع اللساني. قال توني تاليزي كانجولي، والشيخ شيخ ساماكي مالي، فابيو جوميز برازيلي، إفرا توغي من توغو يعني توغولي، مهاجم مالي وارد اوروبا ما اعرف ده ما ذكر اسمه. قال حمزه حابه مغربي. الخيار ما مر علينا والله مر عليك لاعب من اللعيبه دي ليون. انا سمعت بحمزه ده. حمزه ده سمعت به لكن ما بتمنى، رايك شنو؟ ما بتمنى نهائي. انت شفت له مباراه ولا ما بتتمناه يعني عقليه بتاعت لاعب مغربي معه؟ شفت له حاجات، لكن لاعب بيشبه بن زيتون كده يا صاحبي. يعني لاعب ما خدوم ما بس. لا اله الا الله. هو اي زول بيجي ابن زيتون ده انا بركب علي، بركب منها بمشي موريتانيا وحياة الله بشيل وجهه الصحراء الكوره بتاعت موريتانيا دي. يا اخي معقوله؟ كفايه ابن زيتون يا زول. يا سامي بن زيتون ده انا شايفه غايته لو رجع ورا هيكون صبب بتاع الدفاع، ما في زي افضل والله. على قول الله ذاته انا بواقفه في الراي. ابن زيتون لو رجع في الدفاع والله بيكون افضل وحياة الله. سد لنا انت عارف اللاعب المدافع بينجح يعني زي بن زيتون مثلا بالغ فيها، قدم كثير. يعني بن زيتون ممكن كان من الدفاع اذا كان هو داير
يعني يكون حاجه كده قويه. فانت عارف في النص يعني احنا شفنا مدافعين لعيبه وسط، لكن مدافعين هجوم دي كثيره بعيده، دي ما عمل الا سيف مساوي في زمن. صح. أي؟ فانا شايف انه مثلا اذا كان انت هو الوسط ملان والله، لكن الدفاع محتاج انك انت تلعبه في الدوري المحلي الموريتاني مثلا، تلعبه شويه كده كمدافع عشان تشوف الحاجه دي اذا كانت ضابطه خلاص يبقى مع مندي او مع الطيب عبد انت عارف الرازق. الطيب بالمناسبه حاليا اكثر اساسي موجود وثابت هو الطيب عبد الرازق اللي احنا كلنا زمان بناكل فيه. انا بالمناسبه ما من انصار الناس اللي قاعدين يتكلموا في اللعيبه بيسوء اذا كان حتى اللاعب سيء، ما قاعد احب الحاجه، فبتلقاني دايما بدافع عن اللعيبه. وحتى انا عارف اني ممكن الاقي هجوم من المتابعين يقولوا لي انت بتعمل كده الا كان عليك ولا الا اذا شنو ما بعرف، لكن برضه بتلقاني ثابت في رايي اني انا قاعد ادافع عن اللاعبين اللي هم مستوياتهم قاعده تنزل. طيب عبد الرازق انا وقفت معاه، وبوجبا وقفت معاه، محمد عبد الرحمن برضه انا وقفت معاه، وبن زيتون وقفت معاه لحد هسه واقف معاه على امل. قاعد احسب الحاجه دي انه اللاعب مثلا دخل الكشف بتاعك، فانت مطالب بانك تحميه لحد ما يطلع برا الكشف. فانا بعمل الحاجه دي عشان اوفر جو كويس كده انا للاعب، يعني يقول انه في ناس معي بس. حقيقي فعلا. انت عارف بن زيتون ده لو كان جاي في فتره سابقه شويه من الاسلوب اللي هسه تحول له لعب الريال، لعب الهلال ده. طالما قلنا الريال يعني بقى زي لعب الريال، بقوا يلعبوا كوره ممرحله، كوره منقوله من الدفاع للوسط للهجوم، كوره ممرحله. بن زيتون لو جه قبل الاسلوب ده يتحول ويغير، لو كان الكوره بتاعتنا الكوره الطوليه من الدفاع للهجوم والكرات العكسيه يمكن كان ينجح، لانه هو لاعب يمكن بنيته الجسمانيه عالي شويه، في اي كوره محفوظه هو اكيد يعني حتكون الافضليه له بنسبه كبيره. فيمكن الهلال بدا يلعب مباراه ولا كوره واحده عكسيه ما في، كورتين خلال المباراه كلها، اللعب كله بقى عرضي وبالعمق اكثر. فشويه كده الحته بتاعت نجاح بن زيتون مع طريقه اللعب اللي هسه بيلعب بها الهلال دي هي المصاحبه العمليه يعني بتاعت نجاح بن زيتون مع الهلال. فعليه التحيه، صح. لكن ان شاء الله نتمنى توظيفه يعني في حته ثانيه في الهلال عشان يواصل المسيره، ما دايرين يعني ناباه او نقول ما نافع، لكن كمان في الهجوم الفتره اللي قضاها ما قدر يعني يثبت مع طريقه اللعب اللي لسه بيلعب بها الهلال. والله حقيقي يا علي، حبيبنا ماهر. يا ماهر انت ما تطلع معانا يا ماهر، ما ماهر يا علي، واللي يا سلام تطلع يا معانا فوق هنا يا فنان. تعال يا فوالله كلامك استاذنا. صح، والله كلامه صح والله. هو بس اهم حاجه طبعا يا سامر، بعد مرات الواحد يعني في ردود افعال بتجي مننا، يعني من اي واحد، يعني ما نحن في النهايه بشر، من الانطباع الاول، من النظره الاولى، من كده الواحد بعد مرات قاعد يدري رد فعل طوالي اول كده بدايه، لكن اجمل ما في الموضوع انه انت يكون ما عندك حاجه جوا قلبك، فلما انت لما حقيقي. تتراجع ولما تغلط، او لما مثلا تشوف نفسك انت خلاص الحاجه دي كغيراء عليك كانت غلط، ترجع عنها وتتراجع عنها. الحاجه دي انا اكبرتها في الموقف الاخير اللي عمله البرنس هيثم مصطفى لما اشاد بفلورام واشاد بالجهاز الفني العامل معاه، اشاد بالنتائج كنظره كليه للموسم بتاع الهلال. فكانت برضه يعني لفته جميله منه. نتمنى انه كل الساده الهلالات يعني ما يشيلوا في قلبه من قدر ما الواحد لقى نفسه مثلا اخطا في حاجه ممكن يرجع عادي ويعتذر، يعني من شيب الكبار من شيب الرجال اصلا الاعتزال. بالضبط كده والله. تحيه للكابتن الكبير، واحد من اساطير الكوره السودانيه هيثم مصطفى. ليه فوالله يا التحيه. علي كلامك جميل يعني. اسالك سؤال اخير قبل ما نازل ما يوربيون هوا وشكله زادوا فيه. عندي واحده هنا قالت لي دول طبعا الناس يقولوا بيتكلموا ب 20، يا جماعه ابو 20 ده يا جماعه يعني حارس بديل، يا جماعه ادعموا لعيبتكم وادعموا الوطنيين بالتحديد يا جماعه. فالقرعه يا كنترول تتمنى الهلال يقع مع منو؟ وما تقول لي يا اخي الهلال اي فريق. انا داير اجابه صريحه وواضحه يا علي، انه الهلال داير يقع مع منو؟
احنا كلنا هاي احنا دارين الهلال ده عارفين انه لو وقع مع اي فريق بنتمنى له التوفيق، وفي النهايه النادي داري يشيل البطوله ما بهاب فريق. لكن انت رؤيتك الفنيه او رؤيتك مثلا العامه او احساسك بيقول لك الهلال ده انت داير يوقع مع يا نادي الاهلي ولا بيراميدز ولا صن داونز. والناس تشارك معانا هنا يا جماعه، يقدر عنده رؤيه يدينا في التعليقات هنا. تفضل يا سامر. طبعا السؤال ده متشعب ومتداخل. لو مثلا السنه اللي فاتت او السنه قبل اللي فاتت انا كان ممكن اقول لك بشكل مباشر ما عايزين الاهلي، لكن يمكن السنه دي الاهلي فيه تغييرات حتى على مستوى التشكيله. يمكن بيرسيتاو ده يمكن اكثر الناس اللي فقدهم، وكان مؤثر شديد يعني حتى في المباراه اللي فاتت مع الهلال كان مؤثر. فانا ما داير مثلا اضخم من حته الاهلي وكده. كره القدم دي قاعده تتلعب على جزئيات صغيره، كل مباراه بتختلف من الثانيه. يمكن احنا قاعدين نحبس دائما انه نلاقي الفرق من جنوب افريقيا ومن وسط افريقيا، ويمكن جنوب افريقيا الفتره الاخيره بقينا ما قاعدين نحبس نقابلها لانه فروعها برضه يعني فيها طفره كده كرويه بعد 2010 كاس العالم اللي استضافوه جاي. يمكن اورلاندو وصن داونز عملوا طفره في كره جنوب افريقيا. لكن عموما الثلاثه فرق الهسم اللي حنواجههم يمكن مستواهم مقارب. صن داونز او البيراميدز يمكن جاي بطموحات زي طموحاتنا نحن، ويمكن هو اعلى من طموحاتنا باعتبار انه عنده لعيبه خبره كلهم في البطولات الافريقيه. وثانيا دايرين يثبتوا حاجه، لانه احنا ما في مصر ما الزمالك والاهلي بس، نحن جايين نحن قادمين. وبرضه عندهم يعني ما شاء الله المخزون المادي عندهم يعني محفز علشان هم يعملوا كده. دي واحده يعني الثلاثه انديه بيراميدز صن داونز الاهلي فقط انا ممكن اتجنبه لك باعتبار انه الجمهور بتاعه بيلعب بشكل ضاغط مع لعيبتنا، وحتى الاتحاد بيجيب مع الاتحاد الافريقي في بعض الحالات. حتى لو شفنا ورجعنا للمباراه الاخيره الاحداث اللي كانت حصلت هناك في استاد القاهره الدولي مع محمد عبد الرحمن مع لعيبه الهلال ككل والصدام حتى من رجال الامن، الاتحاد الافريقي الان ما عمل حاجه. فقط الحمد لله الاداره بتاعتنا كانت اداره يمكن اداره رجوله زي ما قاعد يقولوا هم باسمهم، ومشت اقدمت على انه تعمل زي التسامي فوق الجراح كده، او يمكن يعني طلعوا من البيئه اللي وضعوهم فيها كان يعني البيئه اللي حول الاهلي. فادارتنا انا شايفها شارت الليله زي ما بقول المدرب، ادارتنا شارت الليله والحمد لله يحسب لهم يعني الحاجه دي كونوا اقدموا وطلعوا الاهلي من الفكره دي. لكن لا ازال اكرر واقول لما نقابل الاهلي بيكون في التماس، يعني في التباس حاصل، في مشاكل حاصله، في التماس حاصل بين الجمهورين بين كده. نحن لعيبتنا السودانيين دائما قاعدين يتاثروا لما ينحطوا تحت ضغط عالي، ودي كانت يمكن الفكره التي مشجعاني انا، مشجعاك انت، مشجع معظم صناع المحتوى اللي واقفين خلف الهلال وخلف الكيان، علشان ما نخوض الهلال في ضغط دائم في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الاعلام، علشان لما يجوا يلعبوا في مباراه قويه وكبيره زي دي وسائل الاعلام توجه عليهم ما يتاثروا بها. الموضوع عادي ما يتاثروا صح؟ يبقى لهم الموضوع عادي، بس نحن مشكلين عليهم ضغط. لما يسجلوا لاعب مشكلين عليهم ضغط، لما نلعبوا مباراه في الدوري الموريتاني مشكلين عليهم ضغط، لما يمشوا نص هزايا كده وياخذوا راحه مشكلين عليهم ضغط. فالحاجه دي كويسه، الحاجه دي ايجابيه بتعلق بها في النادي، بها ما بتتاثر بالضغوطات الخارجيه. فدي كان يعني واحده من المبادئ اللي خلتنا نحن ندعمهم. ففي الاهلي في ربع النهايه نتجنب الاهلي، نصف النهائي حبابه الف. ممكن اقول لك بيراميدز في الدرجه الاولى الخيار المحبذ لي، وصن داونز في الخيار الثاني، الاهلي اخر خيار. والله طبعا يا علي انت اجابتك دي منطقيه جدا، يعني ما في كلام بعد كلامك ده حقيقه، يعني كلامك اللي سردته ده كله كلام صح يعني. مع انه احنا بالعاطفه كده والشيء اللي حصل من الاهلي المصري في الموسم اللي قبل الفات، الجمهور طبعا ما عاطفي، يعني احنا كشعب سوداني عموما يعني شعب عاطفي، من يعني عواطفنا هي اللي بتسوقنا دائما. فالجمهور بيقول لك داير الاقي الاهلي، داير الاقي الاهلي يا جماعه يظل الاهلي المصري يعني. الفرق الكبيره دي مازين بي يا جماعه، لما مشي لعبنا معاه هناك ما غلبتنا 4، لانه ده مازين بي، ما هو في النهايه الاسم ده ما براو
يعني بكفي. مازيمبي، الترجي، الاهلي، حتى صن داونز انا بالنسبه لي يعني صنع نفسه من 2016 بطوله شالها من الزمالك ولحد الان. يعني صن داونز ما كان اسم مخيف ولا كان الهلال زمان كان بيغلبوا عادي، يعني بيغلبوا 4 بتذكر غلبوا 4 يعني. ف عموما زي ما انت قلت انا بيراميدز بختار انه يلعب مع بيراميدز ليه؟ مع انه عندهم فيستون ده مهاجم كان خطر، وعندهم تشكيله انا بعتبرها يعني بيراميدز افضل حاليا، افضل نادي في مصر بيراميدز. يعني ما شاء الله عنده اولاد لاعبين، ومهاجمهم ده مهاجم خطر جدا طبعا يعني مهاجمنا الكونغولي ده. لكن النقطه بتاعت عدم الجماهيريه بتاعت نادي بيراميدز دي يعني ممكن شنو تكون بترشح الكفه بتاعتنا. الاهلي عنده جمهور كبير وعريض جدا، والجمهور بتاعه ذاته هو الجمهور اللي ممكن شنو يسبب لك الهزيمه، زي الكوره شفناها بتاع شباب الوزداد دي. فريق انت غلبته 6 في ارضك، يعني ممكن تقول 90% منها جمهور، مع انه الجمهور ما كان كثير جدا، كان في مشاكل مع جمهور الاهلي والمواضيع بتاعت كاس الغارات، وكان متشنجين معاهم كده، فالجمهور ما كان كثير. لكن برضه الجمهور ضغط اللعيبه ورفع يعني شعارات وكده. فالاهلي يعني عنده ارتباط قوي جدا مع الجمهور، ما بحب يزعل الجمهور لانه عارف الخط الاول ليه والجمهور بتاعه. فعشان كده بيراميدز انا بالنسبه لي زي ما انت قلت بيراميدز في يعني في المقام الاول. انا شخصيا بتمنى انه احنا نلاقيه في المرحله الجايه دي، بعيدا عن العواطف وبعيدا عن التفاصيل الثانيه دي. والهلال اي نادي ان شاء الله صن داونز ولا بيراميدز ولا الاهلي اللي بيلقانا زي ما احنا بنقول نتمنى من الهلال يكون في كامل تركيزه، وانه في النهايه احنا كجمهور وكمحبين للهلال وللكيان ده والله العظيم نتمنى انه الهلال يمشي يعني ابعد مكان في دوري الابطال. صحيح والله. طبعا دائما المباريات زي دي زي مباراه الهلال والاهلي قاعد تكون لها خصوصياتها. الهلال طبعا والاهلي دي باعتباره ديربي وادي النيل او ابناء النيل، فالديربي ده له خصوصيته يمكن في الوطن العربي كله، ناهيك عن السودان ومصر فقط. برضه نحن عايزين نتجنب الاحتكاك مع اخواننا واشقائنا المصريين في الفتره دي. ما ننسى برضه الظرف الصعب اللي مر به وطننا الغالي السودان، ويمكن عندنا يمكن ملايين السودانيين من الشعب السوداني لجوا للشقيقه مصر، فما عايزين اي حاجه تعكر صفهم في المرحله دي او تعمل حساسيات بينهم على مستوى الشارع المصري. فعايزينهم برضه يكونوا قاعدين في امن وامان وفي استقرار، وحتى لو اضطرينا اننا نقابلهم لقدام. وعسى على الفريق اللي حيقابلوه ان شاء الله اذا القرعه ما جابتهم معانا يودعوا ان شاء الله يطيروا قبل يوصلون اصلا. والله ان شاء الله يا الحبيب ان شاء الله، بس الشبكه عندك تكون ظابطه لانه من قبل يا دوب الاضافه. سامعنا؟ انا يا سامر بس في رساله اخيره بس ارسلها وانا اطلع اخليكم عشان تاخذوا راحتكم شويه. ده مين هو؟ تحيه لك يا مشتركه فوق والله، ابشر بالنصر. طبعا دول اخوي والدلبي، فعليك التحيه مشتركه يا اولاد الفاشل واولاد تحيه للفاشل، تحيه لكل اهلنا في دارفور. تفضل يا علي. اعز اصدقائي من الفاشل، اصلا من شمال الفاشل كتب، لكن حاليا من ساكنين الفاشل. ربنا يحفظهم ويوسع عليهم ويجمعنا بهم في ساعة خير. كلامي وكلامك ده انا ما بقول من باب الاحتجاج او الافتخار او كده، لكن من باب انه نحن واحد علشان افنش او يعني اكسر المنطقه اللي بيقول لك يا اخي ده العنصريين او كده. حاليا اخوان صديقنا متواجدين معانا في البلد الشماليه حاليا، كلامكم في الله ده، فعليهم التحيه وربنا يحفظهم ويرضى عليهم ويجمعنا بهم. فنحن واحد والله، نحن كل السودان واحد والله، بس نقدم مع المتمردين دي. اكيد والله. فتفضل رسالتك يا ولد، شبكتك ما ضبطوا الاثنين. تفضل يا علي. طيب رسالتي لاخواننا واشقائنا الموريتانيين، اشقائنا في موريتانيا، قال من هالسباب شهرين احمد الطيب الكاهلي حبابه احمد المريخابي قال المهم تحياتنا او احتجارنا او افتخارنا ومحبتنا لاخواننا واشقائنا في موريتانيا،
في نواكشوط، في كهيدي، في كل مناطق موريتانيا. نقول لهم يا اخي نقول لهم شكرا لكم على كرم الضيافه وعلى حفاوه الاستقبال وعلى الحضن الدافئ اللي وجدناه عندكم في موريتانيا بعد توقف الدوري السوداني لطرفي القمه الهلال والمريخ، وبرضه يعني كل اللعيبه اذا كان في المنتخب السوداني او اذا كان في الهلال والمريخ. شكرا لكم على الدعم اللي قدمتوا لنا، شكرا لكم من رئيس موريتانيا للاتحاد الموريتاني للشعب الموريتاني. نحن اخوان واشقاء واهل. قبل انا ما اقول كده برضه اهل دي انا قاصدها لانه في قبائل داخله برضه بين هنا وهناك، فاي زول يحاول يسمم العلاقه دي او يحاول يدخل في العلاقه دي حته بتاعت كراهيه او عنصريه او كده ما تسمعوا له. ونحن والله بنعتذر لكم نيابه عن اي زول اساء لكم، يعني حتى لو من باب سوء التفاهم والفهم اعذرونا. نحن بنحبكم والله في الله. اذا كان حصلت الهسه دي الاستضافه بتاعت الهلال والمريخ او اذا ما حصلت، نحن بنحبكم انتم اهلنا، وموريتانيا هي السودان، نواكشوط هي الخرطوم. وشكرا لكم انكم ما حسستونا نحن بنلعب خارج استاد المريخ، استاد الهلال خارج استاد الخرطوم، استاد اللهم صل على النبي شيخ عبيديا بقى استاد بقى ملعبنا. فشكرا لكم نحن يمكن المرحله اللي وصلنا هناك لو في استاد الهلال يمكن ما كان نصليها سبحان الله. من يمكن من الحاجه اللي بيكتبها القدر انه نحن اذا اهلنا للدور ربع النهائي من ملعبكم انتم، من اول 3 جولات او اول 4 جولات من ملعبكم انتم. فشكرا لكم، يعني انتم كنتوا سعيدين، ملعبكم سعيد علينا وقدمكم قدم السعد والبخاطه علينا، فشكرا لكم ونحن بنحبكم في الله. يا سلام يا علي، والله كلام جميل وثني عليه والله. هيا يلا ان شاء الله شوف يا اخوي. يلا خلاص انا اتكلمت كثير، بعدها انا بعتذر وبطلع بخليك انت واليوم تقدم شويه. انا شبكتها عامله زي الزفت شفتها ومعين له واي فاي سبحان الله والله واي فاي. الشبكه دي ما تعرف، انت عارف الليله تقريبا اخر يوم ليا في الخدمه بتاعتي اللي انا منشط بها اسمها موبايلي، وقمت البس الشبكه بخدمه جديده بسوا، فالشبكه تعبانه. ده اخر يوم يعني حتخلص في ده، كان احتمال ما اقدر اطلع لايف الا فيديوهات بس. فلو اللي قدام جات هنطلع لايف الا اطلع من الحته اللي انا قاعد فيها ده امشي حته ثانيه او تعذروني يعني ان شاء الله. والله يا علي انا دائما يعني انت لما تكون معانا ان شاء الله يعني ما ننقطع منك، لا انت لا ليون لا كل الناس اللي معانا في اللايف ديل ما ننقطع منكم ان شاء الله، ونتلمى دائما في السنه. والرساله دي رساله جميله، يعني احنا والشعب الموريتاني شعب واحد تربطنا نحاول علاقات تعزيزيه يعني، ونزينا بيشبهونا في عاداتنا في تفاصيل كثيره حتى في لبسهم. فالتحيه لهم والله. والله يا سامر يا اخي التحيه معلش يا ليون اخر حاجه بس عشان انا كويت كده معلش. فيلا سامر واحد هم يعني خاشي بصوت الجماهير، ومن بدايه دخوله للمنصه دي الصراحه وانا من تابعته او هو تابعني بهم او العكس، يعني انا كنت سعيد ومبسوط وعمل نقله في على المستوى يمكن التواصل بتاعنا كهلالات، على مستوى الحضور بعد قبل مباراه الهلال وبعد مباراه الهلال، اذا شاركنا معاه واذا ما شاركنا معاه في لايفات وبعدين نجي نحضرها بيديك الحماس بتاع سامر ده اللي هو نفس الحماس اللي بيكون عند اخواننا المصريين هناك قبل مباراه الهلال وبعد مباراه الهلال. فالحاجه دي كانت موجوده في المنصات السودانيه، شكرا لك انك انت جبتها وولدتها في المنصات السودانيه وفي صناع المحتوى السودانيين، وتحسب لك انت في تاريخك انك برضه جمعت الهلالات. يمكن الناس ما عارفين كميه من صناع المحتوى والداعمين الهلالات اذا كان على مستوى الكلمه المنطوقه او الكلمه المكتوبه او المقروءه. فانت واحد من انت يمكن لك الفضل انه جمعتهم، فشكرا لك. صوت الجماهير بجد حقيقي، انت صوت الجماهير احنا في منصتك قاعدين نفسنا، فمتى ما لقينا عندنا وقت بنجيك طوال ان شاء الله. حبيبي والله يا علي، والله العظيم والله كلامي يعني الواحد لو عليه هسه يقوم يمشي يجيب لي حلاوه يوزعها على الناس اللي في اللايف ده. حبيبي والله يا علي. جيب ياسر من زمن يا حسام، جيب ياسر من زمن يا حسام، عرض معاك علشان لما يخشوا حبيبي
يا وين؟ والله يا علي، بس انا داير اقول لك القصه بتاعت الموريتانيين اللي انت قلت يعني تفضلت واتكلمت فيها. يا جماعه طبعا كلكم حتى لو معانا موريتانيين في البث هنا، الشغلانه دي والله ما بتخصنا نهائي، ونحن والله ما حن يعني ما في حاجه بتخلي الشعب الموريتاني والشعب السوداني يتعادوا بسبب كوره. ايوه دي نمره واحد. نمره اثنين، الموضوع عباره عن حاجه ساره. هو انا ما اعرف هو صحفي ولا ناشط، يعني في الميديا بيتكلم عشان حاجه واحده، عشان انه اللاعب اختار الهلال على المريخ، وانه هو يعني حتى نادي الجمارك قبل عرض الهلال وكده. الموضوع بقى حاجه كده عباره عن مهارات، فدي ما بتأدي لان احنا نتكلم في الموضوع بشموليه كده، نخليه ما بين يعني علاقة السودان وموريتانيا والوطن خط أحمر من والحركة اول ما علي البعيدة مبارك. الكثير ده كله ما داعي له. أنا شايف لا، لأنه نحن بنتكلم عن حاجة معينة، لاعب يعني. شكلها شباب راحت تاني اليوم. شباب زي الرايز يا والله اليوم ده، رايز. اليوم ده بيقول في نقطة مهمة جدا والله، يعني لأنه اللبس ده كله من شخص واحد يعني. بس كويس إن شاء انه الله ما بس الكاميرا ذكر بتاعته تضبط عشان يقدر يكمل الكلام بتاعه، كلام مهم والله جدا. كويس انه ما ذكر الاسم. طلع توقعته طبعا نفس الحركه بتاعت جبال. شباب زي الحبيب الورد. مساء واخونا الخير عليكم. والمعلم حبيبنا بكري رويس سامي، نمبر 1. حبيبنا ابو علوة، نمبر كيف 1. الحال؟ الرايز يا الرايز. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الله يكرمك يا اخي، نورت يا وشرفتنا. والله يا كنترول. بوجودكم والله. شنو غانجين ما وريتونا في لايف يا جماعه؟ ارسلوا لنا رساله في الجروب عشان نعرف. والله احنا الليله عجيبة المفروض بالله. الليله زي ما بيقولوا يا علي، والله الليله احنا نورنا نور جميل جدا يعني بكري، لانه دائما بيكون الزمن متضارب مع زمنك يا نمبر 1. والله طبعا في والله تقاطعات متضارب فعلا. كثيره، في تقاطعات كثيره بينه وبين الرايز ده يا سامر، انا اكتشفتها قريب. طبعا الرايز ده برضه من الشماليه هو، لكن انا ما دار يا سلام اذكر يا الحته، ما دار اذكر الحته بالتحديد عشان ما يتدون. النقطه الاولى. النقطه الثانيه الشباب ده النقطه بقت الثانيه بيتوتع. النقطه الثانيه هو موجود حاليا في الامارات، وانا كنت في البلد دي في اداب، جيت منها قريب يعني، ولسه اقامتي في الامارات ساريه. النقطه الثالثه خلاص نخليها نقول اللي قدام ان شاء الله. التحيه لك يا بكري يا اخو. يا ريت بس يعني موضوع التسجيلات والحاجه الحاصله كانت من بعض الجماهير في التعليقات اللي كان شويه كان سلبيه يعني، فكلامك ورسالتك لكل الجمهور الهلالي العريض يعني بيتابعوك والبيتابعوا كل الاخوانين. الله يديك العافيه. والله مبسوط اول حاجه يا اخي طالع معاكم شباب زي الورد، منورين ومتحفين الميديا بآرائكم وشغالين شغل جميل والله الصراحة. أول حاجة الواحد يدبرس اليومين دي لأنه ما في كورة للهلال، بعدينهم إجازة تقريبا 10 يوم ولا كم. الواحد والله ما مقلق، شفت زي زول عنده امتحانات، تمشي هنا ما عارف صح. تعمل هنا، تلقى نفسك طلعت تخش الفيسبوك تشوف تقول لو في صفقة ولا في حاجة. هسه أنا والله في مدبر خرمه بشوف خرمه كده الهلال. للهلال. الهلال ده لما ما يكون لاعب حصل لو فترة مطولة كده الواحد بيكون مدبرس والله. فغايته الله حقيقه يرجع لنا الكور ويرجع لنا البطولات دي عشان الناس تخش في جو المباريات تاني. اللهم امين يا رب. بالنسبة والله للحاصل ده يا أخي، الناس تحاول بس ما تركز مع الموضوع، الناس تشوف الحاجات الإيجابية وتمشي معاه. الحاجات السلبية دي نبعد منها شوية وما نديها الزخم اللي بيخليها يعني تنتشر يعني وتتواصل. نركز مع تيمنا، الحاجات الناقصانا، الحاجات المفروض نصلحها، الأخطاء اللي اتعملت في آخر 3 مباريات. المجموعات دي ممكن نقسمها لنصين، ال3 مباريات الأوائل وال3 مباريات الأواخر. في البداية كانت ماشيين كويس، ال3 مباريات الأواخر بدأت تظهر بعد الإشكاليات والحاجات الدايرة معالجات. فالناس تركز في الحاجات اللي بتخصنا دي اللي نحن المفروض نعالجها،
ده اذا نحن دايرين نمشي لقدام. الحياه اللي بتحصل في الميديا والمهاترات والحياه دي طبيعي، وانت لو تكون ماشي لقدام بتلقى الناس اللي بتفتش لك في الحاجات دي والناس اللي توقفك، فالناس تتجاوزها بتموت يعني قبلها في محلها. فان شاء الله فعلا جمهور الهلال واعي وعارف الامور ماشيه كيف، قادر يخطى الحاجات دي. فعلا ان شاء الله. والله يا بكري، كلامك ده والله فعلا يعني. قدر ما انت تمشي لقدام بتلقى يعني المحبطين، وبتلقى الناس اللي ممكن يكون داير يكسروا مجاديفك بتلقاهم كتار يعني. يا حتى بك لو الناس دي يعني من الاسر الهلاليه زادوا، دي المشكله هنا يا بكري. يعني الناس الهلالات زمان كان الادارات دي بتحفر لبعض يعني. يجي البرير اللي قبليه فيروليون، يجي مثلا الكاردينال، فبكون في حفر دائما بيكون جوا الهلال زاده. فنتمنى الناس كلها تتكاتف وتخط يدينا بيدين بعض من اجل الهلال يعني، ده حبيبنا كلنا يعني. ولا نعم كيف يا ان شاء علي؟ الله. صحيح صحيح صحيح. ان شاء الله نحن نسد الفجوات والفراغات باذن الله، زي ما قال الجيش، مش الجيش يقول لك سد الفراغات هاي سد الفراغات، مش كده؟ حنسد لهم الفراغات ان شاء الله ايوه الاعلاميه باذن الله تعالى. كل الناس الداعمين للهلال ده باذن الله حيعجبوكم ان شاء الله. يا لعيبه الهلال حنعجبكم ان شاء الله الفتره الجايه. لكن انا داير اورد بكري طبعا هو خدت الجماعه في فتيل، وسامر هسه خدتنا فيه، وانا طلعت منه حاخدك فيه. انت قلت انت قلت اديت الناس خيار، قلت يا اخوان الحاجه دي جاتني كده بس فجاه انا اتذكرتها او خيلتها قلتها زال بها الناس، مع انه انا بيني وبين نفسي هي ما جاتك كده، هي جاتك انت من باب ان انت عايز يعني تستنبط من الاجابات بتاعت الناس انه ده تشوف شكل اللاعب اللي عاوزينه الناس، وانت بعدين تشوف اللعيبه الحقانيه المهمه. يعني حاجات كده انت هتختار منه. يعني لو ادينا خيارات او ما ادينا خيارات، قلنا لك تتمنى منه يكون متواجد حاليا في صفوف الهلال، والله تختار مين يا ريس؟ لا والله اول حاجه يا ابو انت قرايتك صح 100%. انا هسه ده جنبي الايباد مجهز حلقه يا معلم تحت عنوان يعني الخانات اللي بيحتاجها الهلال للتدعيم. فالسؤال ده انت يا اخو زي ما قلت بالضبط كده كان جسر انا الراس. داير لما اشوف الناس اللي شفته بتتكلم. بدون مقاطعه عشان اوريك، انا لما شفتك كده انت ذكرت انه الحاجه دي بس جاتك كده فجاه، انت فكرت فيها وجاتك، انا قلت نهائي الحاجه دي ما قبل الرويس كده سنه. فسبحان الله هو اذا ما صدقت. يتحدث فجاه. شغل دايرين متى. نشوف اول حاجه الناس هاي شغل الحاصلين بتاع الناس معلمين بتاع كهنه كبار. لا ما للدرجه. الناس دايرين نشوف الناس اللي بتشوف اللي بتمشي للعاطفه، منو تشوف اللاعب اللي بتحبه، ولا الناس اللي بجد حتعاين لمصلحه التيم، ونحن هسه ناقصين وين ومحتاجين شنو لدور الثمانيه. خصوصا انت حتلاقي يعني واحد من افضل 8 فرق في القاره حاليا، او واحد من افضل 7 فرق في القاره، وانت تامنهم. فالفرق الحجيك دي حتجيك جاهزه، ومباريات خروج المغلوب دي انتوا عارفين براكم يعني، هنات صغيره ممكن تشوتك برا البطوله طوالي. فانت لازم تمشي لها جاهز يعني. الانديه دي هي اصلا اغلبها اللي عندها الخبره ومتمرسه على الادوار دي، وده غير انه لسه في فتره واحتمال يدعموا ويجيبوا ناس زياده يعني. فعشان كده كنا يا هو انا بجهز في الموضوع ده هسه على اساس انه نتكلم عن الخانات المحتاجين لها المفروض تدعم، الحتات المحتاجين لها بجد. الحاجه الثانيه نفس السؤال بتاعي ده، انت شكلك ما كملت الفيديو يا علي، لانه انا جاوبت عليه جاوبت في نهايه الفيديو. مهند قاعد بالنسبه نسمع. للناس الناس اللي قاعده ما في كملت في ما كملت اللايف، صحيح. الناس اللي قاعده في اللايف وما فاهمه الموضوع، وكان فيديو انا نزلته سؤال للناس. لو انت كمشجع هلالي حسب رايك لو الزمن بيرجع لورا ويجي لاعب من لاعبي الهلال عبر التاريخ يلعب حاليا في الهلال الحالي بنفس مستواه الزمان، فانت حتختار منو ليه يعني؟ ده دايرين نشوف كان راي الناس. صراحه التعليقات كانت كثيره والله. انا لاول مره ما اقدر اقرا كل التعليقات يعني، التعليقات كانت كثيره شديد لدرجه انها بتعلق يعني، انا ما بقدر اطلع على كل التعليقات، لكن نسبه كبيره منها والله قريتها. اول حاجه دي حاجه توريك انه جمهور الهلال ما شاء الله افقه بعيد ويحب المشاركه ويحب النقاشات يعني الجميله. فانا غايته فعلا رايي كان قلته عينت للتيم بتاع الهلال حاليا بيفتقد لحاجه مهمه والله، بنفتقد للزول اللي بيشوت من برا ال 18، وبنفتقد للزول اللي بيدينا الحلول بتاعت الركلات الثابته. عشان كده كان اختياري على محمد الطاهر ورده، اللي قدم لنا ايام جميله شديد، واللاعب الموهوب القدم اليسرى، ومهند يصلحها كده خلاص انت
حتشوف الشوط اللي ما حيشوف الحارس. يا سلام. نحن والله محظوظين اننا كان شفنا التسديدات وشفنا الركلات الثابته وشفنا الهوبه على الهواء مباشره بدل ما كنا بنشوفها في الجرايد كده، فشفناها في يوم من الايام. فانا ده كان يعني سؤال ارتجالي، معلش يا بكري، اديني اكثر جول لمهند معلق لك جول لمهند، بعد ذاك واصل كلامك وبعد ذاك نسال علي من السؤال ده. والله شوف، هم اثنين، لكن انا هقول لك اكثر جول انا معلق فيه هو واحد بس. ما هو حيختار جوني وبكره ده حيختار الجون اللي يقدر يختاره. والله ما هو الجون اللي حيكون ما مشكله. انا اقول لك الجون اللي حيكون معلق مع الناس كلها هو هدف مهند في اولمبيك الشلف الجزائري اللي هو في يا سلام يعني قدام الدائره بشويه. لكن يا سلام. ما حختار الجون ده وحوريك ليه. في جون ثاني برضه في حرس الحدود صلحها حرس الحدود باليمين، وشاد باليمين. دي يا سلام انت قديم والله. غريبه على مهند. لكن بالنسبه لي انا بالنسبه لي الجون اللي انا اصله ما انساه لمهند، لانه انا كنت شايفه من الاستاد، كان اول مره اشوف الهوبه قدامي على الهواء مباشره. كنت قاعد في المدرجات اللي جنب اللي يحتفل مهند، وكان معه اوتوبونج وعملوا الهوبه سوا يعني. فانا ما حانسى الجون ده اصلا. كان ركله ثابته. الهلال كان لاعب مع الاهلي الخرطوم في الدوري، وكنا في المدرجات والاهلي تقدم بهدف، والهلال كان محتاج يعني منافسه كان مع الجماعه الطيبين في العرض الجنوب الدوري مبتدئ. فالهلال لو فقد نقط كان الامور حتجوط. المهم اوتوبونج يدرب للهلال وفاضل ربع ساعه ومهند كان في الدكه، فبيعمل في الاحماء برا ومعاه دخلت جات ركله ثابته. الحارس كان ايهاب زغبير طبعا وبيضيع في الزمن وكل دقيقتين بتوقع. المهم معاه دخلت جات الركله الثابته ومهند وقف الوقفه وخدت الركله الثابته في الثمانيه، وشفت الهوبه قدامي. ده الجون ده ابدا ما انساه. عشان الذكرى بس انه انا كنت حاضره في الاستاد اول مره كان اشوف الهوبه قدامي. لكن اكيد جون الشلف ده جون كلام مباراه زي ما انت بتقول. نمبر 1 انا حاطه في الاستاد والله زي ما قلت نمبر 1. بالضبط كده. نهايه علي جونك انت وين؟ انا جون مهند الطاهر متذكر له جون في المريخ. في الحضري ولا في الحارس الفلسطيني ده كان اسمه اللهم صل على سيدنا محمد. تقريبا في الحارس الفلسطيني. المهم هدف من خارج خط 18. رمزي صالح اسمه تقريبا. هدف من خارج خط 18 كان تقريبا في رمزي تقريبا. حارس المريخ الفلسطيني ده كان اسمه رحلي طبعا. رمزي صالح اسمه تقريبا كده. الجون ده انا ما متذكر والله. الجون ده بتذكر يا بدري؟ والله انا بس ما قادر اتذكر يا جون. مهند مع جوانه في المريخ كثيره. خراطيشه كثيره قلت لي محمد. والله ليه نقدر نحاول. تحيه يا الكابتن يا مهند الطاهر الغزال الاسمر ورده. الجمهور كله كان بيهتف له ورده. فعليه والتحيه ولأسرته الكريمه. كابتننا وحبيبنا مهند الطاهر يا اخي. والله يا بكري الليله منورنا، والليله طبعا احنا زي ما قلت يعني دائما ان شاء الله نكون متجمعين في خدمه الهلال يعني. فعندك اي رساله اي يعني من قبل مساحتك يعني. الله يديك العافيه يا سامر يا اخي. والله الواحد مبسوط يا اخي زي ما قلت لك عيد وكرر ثاني اطلع معاكم بالدنيا. والواحد كان متنشن لانه ما في زي ما قلنا كوره للهلال ما في حاجه. لكن الواحد كده والله فرقت به، رغم انه بعد شويه كده الواحد حيلقى انه لما يجي يظبط المنبه حيقول له فاضل 5 ساعات للصحيه والدوام كده. لكن برضه الهلال ما سامعك يعني. بتقدر احاول اجيب هدف مهند الطاهر ده في المريخ، لكن جاني واحد لكن مره انا قاصده. مهند ده علي مع اجوانه كثيره كمان. الهدف القاصده ده شط من خط من خارج خط 18 وجاء كده في الزاويه فوق. والله طبعا اديك كلام كل اجوانه كده مهند. بجيب لكم بنزل لكم في الصفحه ان شاء الله بعد لنا في الصفحه بس هاي عشان زادوا نشير عندنا ويكون زادوا اخواننا ناس العرض الجنوب يجوا يشوفوا الاجوان دي. في طبعا جيل الالفينات ده ما شاف الحاجات دي طبعا يا بكري. في اجوان كثير وفي مباريات كثيره ما شافوها. بيجوا يزعلوا
يا ساتر من الجداد دي. بيقولوا فاتتهم يزعلوا يوم فاتتهم بضع. تتذكر كان عملنا لنا كم فيديو كده بتاع متابعه صفحه الهلال على الفيسبوك. المهم كميه من التعليقات من اخواننا ده يا اخي وين صفحه المريخ وليه ما تتكلم عن المريخ وكده. المهم غايه الليل عملت له واحد كده ترضيه ان شاء الله بس والله ينسبوا دي. لو تحيه يا اخي اخواننا واولاد جيراننا واهلنا يعني، لكن بس شنو بيفصلنا ضبط. ما طلع معهم بعض. كل ده والدرمان عارف الكلام ده. يا سلام يا سلام، انت كده حتثير شجون يا سامر يا اخي. اول حاجه الحمد حبيبي لله يا على أخي. السلامه يا اخي، ان شاء الله الامور الله دائما يسلمك يا مستقره اخي. عندكم. والله طبعا ايوه طبعا يا بكري الفرحه اللي دخلت في ناس الدرمان ديل، اظن لو البلد دي تحررت ما اظن يفرحوا الفرحه بتاعت بتاع التحرير، لانه الناس عانت والله زي ما بيقولوا 10 ولا 11 يوم. فربنا يعيطوا بالسودان جميعا يعني، ان شاء الله البلد كلها تنور ويعم الامن والامان. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، والناس صبرت وان اللهم شاء امين. الله الامور كلها بتظبط ان شاء الله باذن الله. دقيقه امين دقيقه امين يا رب. هذا انا قاصده لكم. نجيله هاي يا جماعه شوف الاعاده، في الاعاده يا بالاعاده سريعه، بالاعاده سريعه في الحضر في الحضر في الحضر يا عيال. ما جاب فيها جولين كاي غلبنا فيها 3-2 الكوره دي. لا ولا انتوا بتذكروا تماما مضروبين فيها. ايوه 3-2. الباص كان يلا الجون الثاني يا بكري الفكاو هيثم، الجون الاول ولا الثاني؟ الجون الثاني صح؟ الباص الفكاو هيثم يا مهند. اعتقد الجون الثاني. الثاني هاي يا سلام، ده كان الزمن الجميل حقيقه يعني. بقري انت رقدت النوم ولا شنو؟ ايوه انت كيف عرفتها؟ انا ثلاثة اسمه شو، ثلاثة أسباب. السبب الأول طالع مظلمة يا صاحبي، ودي ما من عوادك اي يعني والله ما اول حاجه من عوادك إنك معلش تفتكرها والله من الكاميرا. انا عشان السبب الثاني إنه الزمن عندكم هناك داخل شوية شكله كده الساعة 12 عندكم. اي والله معلش انا ذاتي اعتذر للناس اللي قاعده في اللايف دي كلها. انا عشان افتح الكاميرا داير لها اضاءه ونمشي اركب الستاند وجوطه ثقيله، عشان كده قلنا بس نطلع في نسلم على الناس. ما حصل طلعنا معاك. يلا تمام والله. نحن سعيدين إنه الليلة كنا معاك يا سامر، وسعيدين إنه الليلة قابلنا ليون، سعيدين إنه قابلناك يا رويس تعرفنا عليك. وإن شاء الله ربنا اي يجمعنا والله بإذن الله في أوقات قادمات إن شاء الله، أوقات فرح وسعادة وبهجة بإذن الله. تحياتنا والله، تحياتنا لليون، يمكن طلع قبل ما انا اجي، فتحياتنا له وتحياتنا للشباب كلهم. مرحبا بك يا جمال. شايف جمال كتب لي في الكومنتات، واحد من الناس المتواصلين معي دائما ومتابع اخبار الهلال. تحياتنا لك يا جمال. حبابك والله يا جمال، يلا كل الناس الموجودين يعني. الله يديكم الصحه والعافيه يا جماعه. انا والله طبعا ما داير اخرب الونس الجميله، لكن طبعا جابوا لي الرساله بتاعت النت، فانا ما داير اقوم شنو لانه يقوم يقطع فجاه كده، فتحسبا للكلام ده. يا سامر بكري عندك اي رساله، عندك اي حاجه لكل ما عندي رساله. الشباب داير الموجودين؟ اقول لك جابوا لك الرساله ولا هرشوك كده من الاخر؟ لا الايام الحكومه بعيده، انا مسيطر طبعا. الحكومه الايام دي والله يا اخي ما شايفين الايام دي، ما حزين كده. ده جبال قبل قلت لك انا ورويس ده في كذا حاجه في بيننا وبين تقاطع يعني مقاطعات. ده واحد من الاسباب انه نحن ما عندنا زول بيهرشنا، ما في زول بيهرشنا. ايوه والله انتوا ما شاء الله انتوا كمان انتوا المفروض تكونوا خيلاني، لكن انا خالكم. انا خالكم والله. ما لك الاحترام في الحته دي والله، غلبتنا عديد. والله لكم كل الحب والاحترام، وربنا يسهل اموركم ويسهل امورنا جميعا يعني. ان شاء الله نحضر جديدك يا بكري وجديدك يا علي وجديد كل الناس المعانا في اللايف ده، كلهم اخواننا وحبايبنا واصحابنا واهلنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا، والله تحيه لهم جميعا. فبكري عليه الله داير ترسل رساله مباشره للجمهور، الحاجه محتاجه الهلال الفتره الجايه يعني. احنا كجمهور المفروض الحاجه المفروض تحصل مننا شنو؟ والله يا اخي الناس تتكاتف تتلم حول الهلال ده. دي اول حاجه. الشغل اللي قايمه به الاداره ده ما شغل هين. ففي ظل الظروف وفي ظل الوضع الصعب ده، الناس دي بتدعم بتدفع من جيوبها في ظل انه كل حاجه متوقفه، ما في اي سيوله، ما في اي شركات شغاله. فالناس الحاجه اللي بتعمل فيها دي ما حاجه هينه والله. الناس تدعم
والناس تقول الكلمة الإيجابية، الكلام السلبي نخليه هسي ده ما وقته. فالناس تكون ملانة إيجابية عشان الأمور تمشي لقدام يعني. ما في داعي للسلبية الزيادة. أيوة مرات بتجيك زعلة بتجيك هنا، حاول اكتمها كده جواك ومشوا الأمور يعني. العملوا لنا وفرحونا كثير والله، ما هين، ونحن دايرين منهم الكثير. جمهور الهلال طموح بطبعه. ف... فالناس تحاول تدعم وتدعم عشان الأمور تمشي لقدام يعني. دي كل الحاجة اللي أنا دايرها. وإن شاء الله مهما طال الزمن وطال السفر بيجي اليوم اللي إن شاء الله نشوف هلالنا فيه ويتوج بالأميرة السمراء دي بإذن الله، ونكون قاعدين ونتلاقى في درمان ونحضر التتويج إن شاء الله امين والاحتفالات. ان شاء الله باذن الله تعالى. والله يا بكري نتمنى الجمهور كله يعني الرساله تصل له. وعلي تفضل مساحه عليك. باقي 100 ميجا بايت يا علي، اختصر. هاي والحكومه خارجه من النظام. تقريبا الرسائل كلها انا قلتها، ما حكرر الكلام، ما عندي كلام اقوله، لكن ابقوا خلف الهلال، ابقوا خلف الكيان. من زمان ما شفنا هلال زي ده، من زمان ما شفنا اداره محترفه زي دي، شغاله شغل جميل وشغل ممتاز زي ده. من زمان ما شفنا حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي صناع محتوى وفنيين داعمين الهلال بالصوره دي. فابقوا مع الهلال وان شاء الله مفتتحين قريب باذن الله تعالى. وما تكسروا، يتعلموا دائما ما تكسر اي زول، ما تكسر اي زول في الحياه دي. خليك من زول بيلعب في الهلال او يعني جاي يمثل التيم بتاعك، حاول ما تكسر، اتعلم ما انك ما تكسر. وربنا يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله ما ننقص نفر باذن الله تعالى من هنا لقدام. لك التحيه اخونا علي واخونا بكري، وان شاء الله نتلمى دائما في الافراح في الانتصارات. والله منورين زي ما قلنا، صفحاتكم وصفحاتكم وصفحاتنا وكل الناس بيجمعنا صف الهلال باذن الله تعالى. نتلمى دائما في الافراح. والله منوريني ومشرفيني جدا. التحيه لك يا بكري. ربنا يديك الصحه والعافيه، ودائما تكون يد الهلال اللي بتدافع عن الهلال، وان شاء الله نتلمى في الافراح. والتحيه لكل الناس اللي شاركونا في اللايف من بدايته. اعفوا لنا طولنا عليكم، والتحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله. بكري الله يديك العافية، تسلم يا سمورة، تسلم. الله يديك العافيه يا بكري. يلا يا ناس، السلام عليكم.